السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهاردة معانا أكلة أول مرة أعملها في قناتي، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. النهاردة عملنا فاهيتة الفراخ. طبعا بنعمل الأكلات بالطريقة اللي تعجب الولاد، بنجدد وبنغير، بس طبعا في أساسيات ما بتتغيرش، وفي حاجات ممكن نبدلها ونغيرها شوية. هنا جبت البانيه بتاعي وقطعته زي صوابع طولية كده. هقطع الكمية عندي كلها ديت، كانت حوالي أقل من النص شوية، أقل من نص كيلو شوية، يعني بما يعادل 400 جرام أو 350 جرام. وهنا جبت البصل وفرمته في الكبة فرم ناعم، وضفت عليه شوية مية صغيرين. ليه؟ لأن أنا عايزة النهاردة مية البصل أكتر من تفل البصل، فهفرمه كده. وبعد كده هنصفي البصل بتاعي. بعد ما فرمته بقى هاخد البصل بتاعي اصفيه. طبعا انا عشان كنت مستعجله شويه، عشان قبل ما النور يقطع عايزه اخلص بسرعه، يعني انجز. بس طبعا كالعاده النور قطع عليا. المهم بصفيه كده. عايزه الميه بس بتاعه البصل والتفل بتاع البصل بسيبه عشان خاطر هاخده اعمله في ايه، في اكله تانية. وهنا جبت علبه الزبادي، هاخد منها 3 معالق بس وسبت الباقي. وجبت هنا عندي البهارات، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وشويه 7 بهارات طبعا، وشويه ملح، وشويه بابريكا وشويه وشويه بابريكا وبس. وحطيت معلقه توم مفروم، ودمجت بقى كل ده مع بعضه. وهاخد الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها كويس جدا، هحطها في قلب التتبيله ديت واسيبها لمده، يعني كل ما بنسيبها فتره اطول كل ما بيبقى احسن. بس انا سبتها ساعه واحده بس. ليه؟ لان برضو كان النور قطع عليا، وطبعا اضطريت اسيبها لحد ما ايه، لحد ما النور اجي، لحد ما النور جه. بس هسيبها بقى، وبعد كده اشوف انا هعمل ايه تاني. دخلت بقى على الحاجات اللي انا هستخدمها في قلب الاكله بتاعتي، اللي هي ايه، جبت بصلايه بقى، بس هفرمها على ايدي طبعا عشان هنا كان النور قاطع. في نفس الوقت انا مش عايزاها ناعمه، انا عايزاها خشنه. وجبت هنا فلفل رومي، فلفل كوبي، برضو هقطعهم على ايدي طرنشات كده. اللي هنا ابتديت بالبصلة واقطعها خشن، مش ناعم. حلقات عادي، واللي حبيب طبعا يقطعها جوليان يقطعها او جوارح. بس انا يعني انا مش حابه ان انا اسيبها او اعملها جوليان، يعني هتبقى بالنسبه لي كبيره قوي قطعه البصل. وطبعا ممكن يعني زي ما قلت لحضراتكم، كل واحد بيعمل الحاجه اللي ايه، اللي متاكد ان الولاد هيرضوا ياكلوها منه. انا عملتها بصوا خشنه كده، عشان انا عارفه ان هي دي الطريقه اللي ممكن تعجب الولاد عندي وياكلوها بيها. فقطعتها خشنه هنا كده. وبعد كده همسك الفلفل برضو اقطعه برضو حلقات. بس الفلفل الكوبي تبقى حلقاته كبيرة يعني كده. فبرضو همسك الحلقة بعد ما اقطعها يعني حلقة مدورة، هقوم قسمة الحلقة المدورة. يا رب تكونوا فاهمين انا قصدي ايه. علشان برضو لما اجي ادمجها مع الاكل. انا عندي حد في الولاد يعني لما بيكون القطعه في الخضار كبيره ما بيحبش، يعني استغفر الله العظيم، بيقرف ياكلها كده. فبعمل الحاجه اللي تبقى عاجباهم، يعني او اللي انا عارفه ومتاكده ان هم لو اتحطت قدامهم هيرضوا ياكلوها بالطريقه دي. وهنا جبت بقى معلقتين صلصه معلبه، وحطيت عليهم شويه صويا صوص بما يعادل معلقه كبيره، معلقه اكل يعني، او ممكن معلقه ونص. وهنا حطيت برضو نفس التوابل، حطيت شوية بابريكا وشوية توم باودر وبصل باودر وشوية 7 بهارات و- وشوية كركم وبس. وهدمج ده كله كده مع بعضه، وشوية زيت، وطبعا ملح طبعا حسب الرغبة. وهدمج ده بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها. وبعد ما ادمجهم بقى مع بعض، هقوم جاية ايه، هقوم جاية حاطة البصل بتاعي بقى على البوتاجاز. علشان ايه؟ اشوف انا هعمل ايه. حطيت بقى هنا البصل وحطيت شوية زيت صغيرين، وشوحت بقى البصل لحد ما الريحة بتاعت البصلة طلعت. بعد كده اقوم جايبة بقى ايه، كان كده فات على على البانيه ساعة. ضفته بقى ايه فوق البصلة. طبعا مش عايزة البصلة تاخد لون، عايزاها تتشوح بس وريحتها تطلع. هضيف بقى البانيه بتاعي او قطع ال البانيه اللي انا قطعتها قطع طولية كده. وبعد كده هحط معلقتين من الايه، من الصوص اللي انا عملته او من الصلصة اللي انا عملتها بالتوابل اللي فيها. هدمج بقى كل ده مع بعضه كده، واحط بقى شوية مية، شوية مية دافية، وهضيفهم على ايه، على البانيه عشان انا عايزاه يستوي.
عايزاه يستوي سوا كامل. هنا بقى بدمج كده كله مع بعضه، وبعد كده حطيت شويه ميه زي ما حضراتكم شايفين وبس، واخدها انقلها بقى ايه على العين اللي ورا دي، وبعد كده اغطيها بقى واسيبها ايه تعيش وتستوي مع نفسها. هنا كانت خلاص استوت. شايفين بقى الصوص اللي طلع منها ده؟ انا هفضيه بقى في زي ما حضراتكم شايفين في بوله كده. ليه؟ هقول لكم هنعمل بيه ايه، بس إيه شويه كده. خدت بقى الصوص بتاعي ايه ده كله، وبعد كده رحت جايه ضايفه الفلفل. انا عايزه الفلفل ما يبقاش مستوي سوا كامل، عايزه يبقى فيه جرشه كده واحنا بناكله. هي بيبقى ميزتها في ان لما الفلفل بالذات مع البانيه ده بيبقى يبقى فيه جرشه كده، بيبقى طعمه ألذ واطعم. هنا بقى جبت السمنه وشويه زيت وحطيت هنا، سبتهم يسخنوا، وبعد كده جبت عندي فلفل برضو مقطعه مكعبات وجزر. طبعا اللي مش حابب براحته، بس انا عارفه ان زي ما قلت لحضراتكم ان دي الطريقه اللي هتعجب الولاد في الرز بتاعي يعني. شوحت بقى هنا خلاص بقى، هنا بصوا خلاص كله اندمج مع بعضه. وهنا الفلفل فيه جرشه زي ما قلت لكم، طفيت عليه عشان انا مش عايزاه يبقى مستوي سوا كامل. وهنا رجعت بقى للفلفل والجزر شوحتهم، واقوم ضايفه عليهم ايه الرز بتاعي. رز ابيض عادي مصري، ما كانش عندي رز بسمتي فحطيت رز ابيض عادي. هشوح بقى كل ده مع بعضه برضو تاني، الرز مع الجزر مع الفلفل. وبعد كده بقى ايه، بعد ما تشوح كده واسمع صوت الطشطشه، هقوم جايبه معلقه من الصوص اللي انا كنت عاملاه بتاع الايه، بتاع البانيه او بتاع الفاهيتا بتاعتي. دمجته بقى وقلبته كده مع بعضه. انا عايزه يبقى نفس الطعم اللي في الفاهيتا، يبقى نفس الطعم اللي في الرز. وهنا ضفت الميه، طبعا انا عارفه مقدار الميه بعيني فما بعايرش بكوبايه ولا حاجه. وحطيت هنا شويه ملح، وهدمج بقى كل ده مع بعضه وخلاص، وسبته يستوي وعلى نار هاديه. هنا بقى كنت سلقت بطاطس بس ما سلقتهاش سليق كامل، يعني انا حطيتها غلت غلوه وبعد كده شلتها من على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. بعد ما اتسلقت بقى كده ومتماسكه زي ما هي يعني ما سلقتهاش سليق كامل يا جماعه، انا سلقتها يا دوبك غلت غلوتين على البوتاجاز ورحت جايه طافيه عليها. بقطعها بقى طرنشات زي ما حضراتكم شايفين كده. هي متقطعه يعني القطعه البطاطس مقطعاها على 2، ومقطعه القطعه على 2 تاني. عملتها حلقات كده، نص حلقه، وحطيت هنا معلقه نشا، واحط معلقه دقيق، واحط البهارات، نفس البهارات اللي حطيتها في نفس الحاجات اللي فاتت. توم باودر وبصل باودر وشويه بابريكا وشويه كركم. وادمج ده بقى كله مع بعضه كده. وبعد كده هاخد البطاطس بتاعتي احطها فين، احطها بقى الخلطه اللي انا عملتها دي. اخدها بقى بعد كده سخنت بقى الزيت، اضيفها فين، اضيفها بقى في الزيت. كانت طعمها في منتهى الجمال، اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. والله كانت طعمها في منتهى الجمال. عجبتني وعجبت الولاد جدا، بألف هنا وشفا. بصوا بقى اللون بقى، بصوا لونها بقى بعد ما احمرت بقى. مش قادره اوصف لكم الخرفشه بتاعتها كانت مقرمشه قد ايه، وفي نفس الوقت بصوا اللون تحفه، دهبي جلد ازاي، تحفه تحفه تحفه. بألف هنا وشفا يا رب. طلعتها هنا عندي المنخل عشان انا مش عايزاها تطرى، فطلعتها على المنخل بتاعي ده عشان تصفي الزيت الزياده اللي موجود فيها، عشان لو طلعتها على مناديل مطبخ هتطرى. فطلعتها بقى هنا عندي في المنخل بتاعي ده او الصفايه دي. وبعد كده بقى يكون كل الاكل بتاعي استوى خلاص، سخنت هنا بقى الفاهيتا تاني عشان كانت بردت. وهنغرف بقى الرز وهنغرف بقى بقيه الاكل مع بعض. هنا جبت بقى، حبيت بقى اعمل لهم بقى اكل مطاعم بقى وادلعهم بقى النهارده، بما انهم بقى بيمتحنوا، فانا عايزاهم بقى يبقوا ايه، يبقوا مبسوطين ويعني ونفسيتهم كده احسن حاجه عشان الامتحانات. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، فضيت بقى الرز من البوله كده بعد ما غرفته في البوله، وقلبته كده هحطه في طبق التقديم. يا رب الطريقه تعجبكم. متنسوش بالله عليكم تعملوا لي لايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني جديد. واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو كتير عشان قناتي تكبر بيكم ومعاكم.
هنا بقى خدت بقى البانيه بتاعي، الفاهيتا بتاعتي او البانيه. بصوا الريحة تحفة والطعم تحفة 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 تحفة. بصوا بقى الفلفل بقى والبصل والخضار اللي انا كنت حاطاه كله. بصوا يتاكل، يعني يتاكل لوحده كده بألف هنا وشفا. والبطاطس بقى، بصوا البطاطس وشكل البطاطس دهبي جولد ازاي، تحفة تحفة ومقرمشة، مش قادرة اوصف لكم قد ايه والله. بألف هنا وشفا يا رب. والصوص بقى اللي احنا شلناه في الاول ده بقى ان ممكن بقى اللي عايز ياخد منه كده، او اللي هو في البولة قدام حضراتكم ده، ياخد ويحط على الرز بقى وياكل منه. واتمنى يا رب ان طريقتي النهارده تعجبكم وتنور رضاكم. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم بكره في فيديو جديد مع الف خير وسلامه.